بالسكوت. طيب خلاص حضرتك عشان خاطر ناخد ميرفت من اسكندريه، وهسيب لك الوقت اللي فاضل 4 دقائق في البرنامج لحضرتك. ميرفت اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا ميرفت. معلش يا استاذه رولا، انا عايزه اسال بس استاذ صفوت على حاجه. اتفضلي. دلوقتي انا زوجي من الاخوان وبقاله 30 سنه عضو في جماعه الاخوان المسلمين، وانا اعرفه بقالي اكتر من 10 سنين. انا ما شفتش حاجه واحده اقدر اصدقها عشان اأيدهم، لان اكتر ناس بتقول نعم هم الاخوان المسلمين، فانا ازاي هقول نعم وانا اصلا معاشرهم بقالي اكتر من 10 سنين مش مصدقاهم؟ طيب دي نقطة. النقطة الثانية لا دي ممكن تبقى مشكلة شخصية يا ميرفت، أنا ما أقدرش آخدها. يعني ممكن أخت تكون ميرفت جوزك. يعني أيوة. أنا لا أتصور إطلاقا طب عايشة معاه ليه ما دام لا تصدقيه؟ أن هناك أناس يعني واحد وواحدة متجوزين بقالهم 10 سنين وجايه تتكلم في التعديلات الدستوريه وفي الفكر السياسي على حكمها على بناء جوزها على يا حكمها مع جوزك. يعني ده كلام معلش مع احترامي الشديد، لا نستطيع ان نخلط دي اسرار الخاص عائليه ما تخرجيهاش لا نستطيع بره. ان نخلط الخاص بالعام يا يعني ميرفت. انا كشيخ بقول لحضرتك دي اسرار عائليه ما ينفعش تتكلمي فيها. طيب اتفضل. اولا حضرتك على فكره هنا في اكتر من حد بيقول لك يا شيخنا الدين هو السياسه، وفقك الله وسدد خطاك، عشان اكون بس قريت يعني او وصلت لك حقك في ان ما وصلك، يعني مش معترضين على كلامك. حضرتك احنا تعودنا ان لابد ان يكون هناك معترض ومؤيد، ولابد ان يكون هناك محب وكاره. طبعا ده شيء طبيعي جدا، ديمقراطيه. حضرتك احنا وانا اؤكد انك مش من الاخوان. لا حضرتك انا لا عشان بتعامل في الاتصالات. لا انا خليني اقول حضرتك يعني الاخوان المسلمين، لا مش قصدي كل الاتصالات اللي جت للشيخ للدكتور صفوت على اساس انه هو من الاخوان، فاحنا بنذكر بس كوني من الاخوان شرف لا ادعيه. شرف لا ادعيه. والاخوان المسلمين فصيل من فصائل المسلمين المصريين الذين شاركوا في هذه الثوره والذين كانوا في الميدان، ولابد ان احنا كمسلمين وكمصريين وكمسيحيين ننسى فكرة وفكر الاستئصال وفكر الحظر. أنا بنقول نعم. الأسباب اللي قلتها لحضرتك كلها أهم حاجة في نعم أنها تجبر على إيجاد دستور. احنا عندنا في التعديلات الدستور حاجتين، مادة 189 والمادة 189 مكرر. عندنا في الشريعة في الإسلام وأظن موجود في القضاء هناك النص العام وهناك النص الخاص، والنص الخاص يقيد النص العام، النص الخاص يجب النص العام. احنا عندنا المادة 189 دي نص عام لرئيس الجمهورية وبيحدد الجهات التي من حقها أن تدعو إلى تعديل الدستور. المادة 189 مادة خاصة جدا في الحالة اللي احنا فيها جدا، بتقول إن في الحالة اللي احنا فيها ديا بقى مش هنيجي للمادة 189 لكننا هنيجي ل 189 مكرر، إن مجلس الشعب بدون الأعضاء المعينين في أول اجتماع له يختار وينتخب 100 واحد يمثلوا الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال 6 شهور. ده نص إجباري. أي حد يعني ملم باللغة العربية، ملم بأصول وبقواعد التشريع سواء كان مدني أو شرعي، يعلم أن قضية النص العام والنص الخاص. أنا عاوز أسأل سؤال تاني بقى. اللي بيقولوا لا، أنا لا أتهم أحد لا بتضليل ولا بحد، ولا بقول اللي بيقولوا لا رغم أن أنا بقول نعم، يعني أن هم بيضللوا. لا، مش هتهم حد خالص. كل واحد من حقه يقول نعم ومن حقه يقول لا. أنا واحد بقول نعم. لو لقينا نتيجة الاستفتاء بتقول نعم أنا هبقى سعيد وهنبدأ نشتغل على نعم. لو لقينا نتيجة الاستفتاء بتقول لا أنا هبقى سعيد وهستمر في الثورة وهبدأ أشتغل في لا. الناس اللي بيقولوا لا لأسباب كتير. أولا خايفين من الحزب الوطني. الحزب الوطني إيه اللي احنا خايفين منه؟ ده وهم. اللي بنتكلم فيه النهارده ان الحزب الوطني يرجع ده وهم. مجلس امناء الثوره وكل الائتلافات الثوريه بنجهز من دلوقتي قوائم باعضاء المجمع الانتخابي للحزب الوطني، عشان لما ينزل واحد منهم الانتخابات هنعمل له دعايه ونقول والله انتخبوا الراجل ده بتاع الحزب الوطني. حد هينتخبه؟ لا طبعا. القرى عندنا والفلاحين كل واحد عارف مين بتاع الحزب الوطني ومين مش بتاع الحزب الوطني. دي مساله الخوف من الحزب الوطني دي انتهت. الشعب المصري بعض الناس بيقولوا انه في ناس دلوقتي من الحزب الوطني بتدفع فلوس للناس عشان يقولوا نعم. ده كلام فارغ ما يصحش يتقال.
احنا كده بنطعن في الشعب المصري اللي صنع هذه الثوره. الشعب المصري، انا ما بقولش الثوار ولا احنا ولا انا، انا بتكلم على الشعب المصري. نون الجماعه هنا اي جماعه، انا بتكلم على الشعب المصري. محدش يطعن في الشعب المصري. الشعب المصري واعي، محدش يخاف من الحزب الوطني. النقطه الثالثه اللي بيقولوا لا، خايفين من الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين مش بعبع، اخوان المسلمين فصيل زي كل الفصائل. انا واحد من الناس وانا اسلامي بكل قوه، لكن اسلامي وطني، اسلامي مصري. بقول ان اذا كان عندنا حريه وديمقراطيه وصندوق انتخابي نزيه، انا ما يهمنيش ان الحزب الشيوعي او اؤيد وجود حزب شيوعي. المسيحيين يعملوا احزاب، الاسلاميين يعملوا احزاب، والصندوق ده هو الحكم اللي الشعب عاوز يتحكم بيه. خلاص هو يختاروا. نقطة أخرى بعد إذن حضرتك، أخيرة. بيقولوا ادونا فرصة. فرصة إيه؟ من دلوقتي في تأسيس أحزاب. وائل الأبراشي عمل حزب، حسام بدراوي عمل حزب، مش عارف فلان عمل حزب. في لغاية دلوقتي 36 مشروع حزب، ومسموح لهم إن هم يشتغلوا. ومن يوم الحد أو يوم الاثنين، سواء كان بنعم أو لا، ده الإجراءات القانونية. لكن اللي عاوز يعمل حزب ما يعمله من دلوقتي. الدول الديمقراطية حزب كديمة الحاكم في إسرائيل اتأسس أثناء الانتخابات أو قبل الانتخابات البرلمانية بشهر. بشكرك شكرا جزيلا. حضرتك عندك، احنا وقتنا خلص تماما. عند حضرتك أي إضافة عشان بس تبقى خارج وحضرتك مرتاح تماما؟ أنا مرتاح دايما. الحمد لله. بشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الأعزاء، مشاهدينا الأعزاء. نعم أو لا، القرار قراركم. المهم اذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا. أشوفكم يوم الأحد.